ملك أحد القبائل، خرج هو وابنته في زيارة إلى أخاه، فقابلوا في الطريق فتاة جميلة تشبه ابنته، كانت جالسة على حجر وتبكي بحرقة. اقترب الملك منها ونزل وسلم عليها وسألها: ما الذي يبكيك يا فتاة؟ ما عاش من أنزل دمعة من عيناك؟ فقالت: دعني في حالي، أشكو همي لله. قال لها: لكنني سوف أساعدك. فبكت البنت وقالت: ما أعرف من الحياة إلا القسوة، ومن زوجي إلا السوء والمذلة. قال لها: يا ابنتي، أنت ما زلت طفلة صغيرة، أخبريني ما حكيتك وأين توجد أهلك، وسوف نذهب معك إليهم. قالت: إني يتيمة ومقطوعة من شجرة، ليس لي إلا وجه الله، وهو فقط من يعلم بحالي. قال: اعتبريني من اليوم أباك وبنتي الذي تقف أمامك، اختك، وأنا سوف أقف جنبك ولن أتركك. قالت قصتي حزينة: في يوم من الأيام ذهب رجل فقير من هنا فوجدني جالسة هنا وأنا صغيرة، فأشفق علي وحملني إلى داره، وفرحت امرأته بي رغم كثرة أبنائها، وعاملتني كابنتها، وقبرت مع تلك العائلة الطيبة وكانوا يحبونني. ولما يشتري الرجل شيئا لأبنائه يأتيني بمثله. وفي يوم أتت إلي امرأة من نفس القبيلة ونظرت إلي بدهشة، فلقد كنت بارعة الجمال رغم ثيابي القديمة وحذائي المقطوع، وخطبتني لابنها لكني رفضت. فلقد كنت سعيدة رغم فقرنا، لكنهم أغروني بالذهب والمال، وكنت صغيرة فأقنعوني وأسكنوني معهم في داخل القصر الذي يعيش فيه. لكن بعد مرور الشهر الأول بدأت أمه تطلب مني أن أخدمها، وكذلك أخواته، وكان القصر كبير يلزمه كثير من الجهد، فتحملت كل ذلك، وكل يوم أسمع الشتائم ويعايروني بأنه ليس لي أصل، ويقول أنني بنت حرام. وكان زوجي يدافع عني، لكنهم كرهوه في، فصار يضربني بلا رحمة. وقالت له أخواته البنات: اضربها على وجهها لكي لا تفتخر أمامنا بجمالها. وفي يوم كنت جالسة في الحديقة مرة أحد أخواته، فدبت في قلبها الغيرة لشدة جمالي، فمسكت حجرا ورمتني به، وكادت أن توصبني في وجهي، فهربت من القصر وتركت كل شيء، وجئت إلى المكان الذي وجدني فيه الرجل لأول مرة لما كنت صغيرة. وصار لي يومان هنا دون طعام ولا شراب، وأنا أبكي وأدعو الله ليفرج كربتي، وأجد أبي وأمي الذي أراهما كل يوم في أحلامي. فعلم الملك أنها بنته الذي تاهت وهي صغيرة، لكنه كتم في نفسه ولم يخبرها بذلك، خوفا على أختها الذي سألته وقال لها إنها توفت وهي صغيرة. لكنه لم يصبر كثيرا وقال لها: أنا أباك وهذه أختك، لقد بحثت عنك كثيرا ولن أراك، وكنت أذهب إلى هنا وأجلس على الحجر الذي تجلسي عليه. ففرحت البنت ومسح الملك دموعها وقال لها: الآن سوف تذهبي إلى القصر، وأنا سوف تظهر إني أبحث عنك، ولما نقترب من القصر ستخرجي وتقولي: لقد جاء أبي وأختي. فعادت البنت إلى القصر وهي سعيدة، لكن زوجها كان في انتظارها. دقت الباب، فتح لها زوجها، سألها: أين كنت؟ قالت: اسأل أولا أختك الكبيرة ما الذي فعلت معي. ردت أخته وقالت: هيا إلي ضربتني بالحجر. فمسكها الرجل من شعرها ورفع يده ليضربها، لكنها قالت: أنصحك أن لا تفعل شيئا، فأهلي قادمون لرؤيتي وستندم إن لمست شعرة مني. قالت أخته: إنها تكذب، اضرابها لتتعلم الأدب. ما زلنا لا نعرف أين كانت منذ يومين،
ما هي سوى لحظات. وجاء رجل وقال له: هناك ناس يسأل عن زوجتك. صرخت البنت ونظرت من النافذة وبدأت تصيح، فأطل الجيران من كل مكان، ومن بعيد رأت أباها واختها، فجرت إليهم حافية القدمين وهي تصيح: مرحبا بأبي وأختي. لما رآها الملك نزل من على حصانه وحضنها بشوق، وتعجبت الناس وتساءلوا وقالوا: من إمتى كان لها أهل؟ وأين كانوا طوال هذه المدة؟ ونظروا إلى الملك وقالوا أنهم من سادة قبائل العرب، والعز والثراء ظاهر على وجوههم، أدخلتهم القصر وأعدت لهم الطعام والشراب، وهي لا تتوقف عن الترحيب بهم. كان زوجها وأخواته واقفين ينظروا إليهم وهم لا يصدقون ما يرونه. ثم قال لهم زوجها: تفضلوا. لكن الملك قال له: لم نأتي هنا للضيافة، بل لنطلب منك أن تطالق ابنتي وسنأخذها. معنى كفاية ذل وإهانة وما عانته المسكينة على يديك أنت وأخواتك. هل كنت تعتقد أنها بلا أهل؟ اعلم إننا فقدناها لما كانت صغيرة، وبحثنا عنها حتى وجدناها في المكان الذي ضاعت فيه، وكانت تبكي بحرقة. والله لن يمر يومك هذا على خير إذا منعتها من الذهاب معنا، ولن ترى وجهها بعد الآن. اصفر وجه الرجل وأخذ يترجى الملك، وقال له: أخواتي السبب، وأنا أعدك أن لا يتكرر ذلك. ففكر الملك قليلا ثم قال لابنته: ما رأيك؟ فقالت البنت: إني أحبه، لكن أخواته يكرهوني كأني زوجة أبيهم. فقال له الملك: سأتركها بشرط أن تكون لها دارها وأن لا تخدم أهلك. فقال له الرجل: سوف أشتري لها قصرا يليق بمقامها، ومن اليوم لم تخدم أحد. قال المالك: سوف أذهب ولو رجعت ووجدتها بذلك الثوب القديم، فسوف تندم ندم لن تراه من قبل ولا من بعد. أجاب الرجل: سأفعل كل ما تطلبه، ولن ترى مني إلا ما يسرك. وفجأة جاء أحد الرعاة يجري ويقول للرجل: ساعدني. نظر إليه الرجل وقال له: اذهب من هنا، ألا ترى أنه عندنا ضيوف؟ قال الراعي: الأمر لا يحتمل الانتظار. فقال له المالك: ما الأمر؟ قال الراعي: لقد انقض علينا قطاع الطريق، وأخذوا كل ما في المرعى من أغنام وإبل، ومات أحد الرعاة. فقال الملك للرجل: لماذا لا تخرجوا لهم وتستردوا مالكم؟ أجاب الرجل: فهؤلاء من الأعراب الذين لا شفقة لديهم ولا رحمة، وقد حاولنا محاربتهم، لكنهم في كل مرة يهزموننا ويعودون للانتقام. فأمر المالك حراسه أن يحاربوهم ويرجعوا كل ما أخذوه. كان قطاع الطرق يجمعون الماشية ويدفعونها أمامهم، وفجأة رأوا بعض الرعاة قادمون إليهم، فقال زعيمهم: يبدو أنهم لم يستوعبوا الدرس هذه المرة، سنحرق قريتهم. لكن فوجئوا بقوتهم وشراستهم في القتال، وما إلا دقائق حتى فروا هاربين، وتركوا قتلاهم وجرحاهم، وأسروا زعيمهم، ورجعوا إلى القرية مع المواشي المنهوبة. ففرح أهل القرية، واصبح الكل يتحاكى على ما فعله. والد الفتاة الذي كان بعضا منهم يقول: يبدو أنها ابنة حرام، لو كان لها أهل كانوا سألوا عليها. والبعض الآخر كان يعطف عليها ويقول إنها بنت ملوك، يبدو إنها تائهة من قرية بعيدة. وأصبح أهل القرية يحبوها جميعا، وكان أخوات الرجل ينظر إليها مش مصدقين إنها ابنة ملوك.
وبعد أيام اشترى الرجل لها قصر، وأصبحت تعيش في داخل القصر كالأميرة، وكانت تعطف على أهل القرية مثل ما كان يعطف عليها في السابق، وكان والدها هو واختها ياتوا إليها كل فترة، فكان أهل القرية يلتفوا حواليه، وأصبحت أخوات الرجل يحبوها كثيرا. فسبحان الله الذي دبر وقدر وجعل بيننا المودة والرحمة. سبحان الله.